لسعة قلم صاروخية بعد ما وقع له الطاقية. يلا بينا نبدأ حلقة جديدة من الملاكمة في أسبوع وآخر الأخبار اللي حصلت في الأسبوع اللي فات. تيوفيمو لوبيز استفز جدا من حركة عملها أرنولد باربوزا في لقاء الفيس أوف ما بينهم. لما أرنولد عمل الحركات بتاعته وقال لهم بس يا جماعة حد بعد إذنكم بس يمسك الحزام ده بعد إذنكم كده، طب خد. وما اكتفاش بكده بس، كلماته النارية اللي كانت في اللقاء الصحفي ما بينهم لما قال لهم أي حد بيقولوا عنه إنه أصعب خصم هتواجهه بهزمه، دي طبيعتي، قاهر العمالقة. بالاضافه لان سني لسه 27 سنه ولسه قدامي كتير ما حققتوش، انتوا بس اعملوا اللي عليكم وحطوا كل التوقعات ضدي وشوفوا انا هعمل ايه. اما باربوزا فقال ان لوبيز اسهل خصم هيقابله، يعني قال له كده انت ولا ليك عزة اصلا. فعلا هو قال له كده، قال له انت اصلا مش حاجه، انت توب رانك اللي عملتك، لكن انت بالنسبه لي ملاكم عادي جدا. وقال له خلي بالك يا لوبيز، انت برضو حتى لو كنت بتتدرب مع ايدي رينوسو اللي هو مدرب كانيلو، فالتدريب على المدرب مش كل حاجه، لان انت في الاخر ملاكم عادي وامكانياتك على قدك. كلنا عارفين ان ريان فشل في اختبارين منشطات عملتهم الوادا، وده ادى لالغاء النتيجه بتاعه فوزه على ديفين هاني في الماتش اللي فات ما بينهم، وده بسبب ان العينتين اللي هو حللهم طلعوا الاثنين ايجابي بماده الاوسترين اللي كان بتاعتها، وده طبعا اللي خلاه يتوقف سنه. ما شفناهوش ان هو لعب اي ماتش في السنه اللي فاتت لانه كان موقوف بسبب الموضوع ده من لجنه نيويورك الرياضيه. وعلشان يقابل ديفين هاني مرة تانية ويأكد مكسبه أو يثبت نفسه زي ما هو بيقول، فهو لازم يعدي روميرو الأول. في المؤتمر الصحفي اللي جمع ما بينهم، ريان قال رولي مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا هو ماتش التاني مع ديفين هاني، عشان الريفيوهات عن الماتش اللي فات مش عجباني، بيتهموني ان انا خدت الاوسترين مع انهم هم اصلا ولا فاهمين. يعني بقى سمع الكلام ده وما سكتش، قال له يعني احنا هنتبلى عليك، ما انت علشان خدتها وطلعت العينات ايجابيه فعشان كده توقفت. اما روميرو بقى عيني قاعد ما بين الاثنين وعمالين يتشاكلوا مع بعض، يعني حاطط جواه كده فكره اللي هو يا جدعان ما حدش عامل لي حساب ولا ايه. ولما حد حن عليه وساله قال له الحلقه هتبين، هنشوف على الحلقه. عندنا خبر تاني، كيث ثورمان بيكسب بروك جارفيس بالضربه القاضيه في الجوله الثالثه في الماتش اللي فات، وده اول ماتش يلعبه من 3 سنين فاتت. خبر تاني عن الوحش ناويا اينوي، هيدافع عن لقب الاندسبيوتد وجميع الاحزمه بتاعته، والاحزمه بتاعته اللي احنا عارفينها طبعا WBC WBO WBA والIBF وحزام مجله ذا رينج كمان. وماتش الدفاع عن اللقب بتاعه هيبقى ضد رامون كارديناس في 4 مايو اللي جاي. فرانك وارن بيقول ان جو جويس هيواجه فيليب هورجوفيتش في 5 ابريل اللي جاي في ماتشهم في مانشستر بعد انسحاب ديليان وايت بسبب الاصابه. وقال كمان ان حمزه شيراز بيبدا ان هو يستعد لوزن فوق المتوسط في ماتشاته اللي جايه. ولما اتسأل ليه قال انا مش عارف هو ازاي وصل بسرعه للوزن ده، الراجل ده وزنه بيتقل كل يوم عن اليوم اللي قبله. هنا بقى يجي السؤال، تفتكروا حمزه شيراز واحد من اللي بيفكروا فكره انهم يتقلوا وزنهم عشان يوصل لخفيف التقيل او الوزن التقيل عشان يوصل للشعبيه بتاعتهم، ولا تفتكروا ان دي طبيعه جسمه، ولا ممكن تكون تأثير لحاجات تانية؟ دي كانت أهم وآخر الأخبار اللي حصلت في خلال الأسبوع ده. نشوفكم في حلقة إخبارية جديدة في نهاية الأسبوع اللي جاي. كان معكم الملاكم الأولمبي رامي حلمي. تشاو.